ايه يا سباوة حبيبي، ازيك؟ انا عازم نفسي عندك نتفرج على الماتشات في رمضان عشان ما لحقتش اجدد الاشتراك. لا ما هو انا مش شاري الجهاز اصلا يا جدع، مش بخل والله، تقدر تقول نتانة. المهم هنتفرج عندك. ايه يعني ايه بتستحرم تتفرج على ماتشات في نهار رمضان؟ هو سكس يا جدع؟ اقفل يا سبعاوي، اقفل اقفل. سلام. الكورة في رمضان غير، وبالذات لو في وقت الصيام بتشكل تهديد رسمي على ان صيامك يتقبل. رمضان كريم يا ابو الكباتن. الله اكرم يا عم. اكونت اسمه عزيزي النفسي بيقول لك تنصحني بايه يا كابتن لو بتفرج على ماتش في نهار رمضان؟ غض بصرك يا عزيز النفس يا اخويا، اتفرج على استحياء وامسك لسانك وحاول تبقى كرييتيف بشتايم ما تفطرش. يعني لو لعيب ضيع فرصة قول له انت لعيب معرض انك تغلط، فعادي. لو اتقطعت منه قول له انت كده بتتنازل عن مجهود الفريق وبتضيعه. اما بقى اللي ضيع بينالتي قول له انت تيجي تقعد على لا ارجوك ما تقولهاش. على الدكه يا ابني. هيقعد فين يخرب بيتك؟ بقول لك صايمين. بعدين هو لو مزنوق قوي من الشتيمه وحزقاه يتفرج على دوري انجليزي ويشتمهم شتايم مؤدبه بس بالانجليزي. ايوه عشان لو شتمهم بالمصري اللعيبه مش هيفهموا. يعني يشتمهم يقول لهم مثلا فاك يو ماذر فكر. لا ماذر هاكر ده انا عارفها، دي عيب قوي يا كابتن. يا ابني انا بقول لهم تبا لك وعليك اللعنه. هو انا قلت لهم ايه يا ابن الشاطئ انت؟ ايه يا ابن الشاطئ دي يا كابتن؟ دي زي ابن النادي كده. يا سان اوف بيتش. كابتن المفضل والله. طب وبالنسبه للاعيبه الدوري المصري؟ لا في الدوري المصري في لعيبه زي الفاكهه، بس الزمن لا هوب هوب هوب. الزمن انهكها يا ابني، الزمن انهكها، ما تصبر عليا شويه. عندك مثلا لعيب زي احمد عبد القادر، تحسه لاعب برتقانه كده في نفسه، اللي هو ميزز كده، ما تعرفوش حادق ولا مسكر، بيلعب وحش ولا بيلعب حلو. ده اكيد بيلعب حسب الموسم بتاعه يا كابتن. ما تهزرش معاه احسن لك. وعندك لاعب زي محمد شريف مثلا، ده انا مسميه لعيب التمره، عشان اي حد هيشوفه بيلعب هيفطر عليه كده كده، فلو ضيع فرصه بياخد ثواب افطار 20 مليون مشجع في نهار رمضان. تصدق الموضوع ده او حالي باغنيه؟ يلا سللكوا صيامكم. مرحب شهر الصوم الكروي، لياليك عادت في امان، بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. مرحب بالكورة في رمضان دي تصنف عورة في رمضان، مرحب بالكورة في رمضان دي تصنف عورة في رمضان. ليه بوظوا لنا صيامنا ليه في رمضان؟ ننزل في اللعيبة اسباب وهم ياخدوا في حسنات، ويفطروك قبل المغرب ولا بلا حمهات. مرحب بالكورة في رمضان دي تصنف عورة في رمضان، مرحب بالكورة في رمضان دي تصنف عورة في رمضان. ليه بوظوا لنا صيامنا ليه في رمضان؟ الله يا ابو العز الله، والله سامح اللعيبه كلها واحد واحد بس. طب استكمالا لتشبيه اللعيبه بالفاكهه، اللي الزمان ايه عصرها انهكها يا غبي، ما انا لسه قايل لك من شويه. كمل. طيب كابتن عمر جابر مثلا يا ابو الكباتن شبه مين؟ لا كابتن عمر جابر ده بيفكرني بالعرسوس، اللي هو قيمته كبيره بس ما تلاقيش اتنين متفقين عليه، وموجود بس ما تعرفش مين اللي جايبه. كابتن عمر قيمه كبيره وموجود في كل معسكر منتخب، وبرضه هتموت وتعرف مين اللي جايبه. طب وكابتن احمد فتحي؟ لا ده كنافه الدوري المصري بقى، زي الكنافه كده، تشتغل كريمه تشتغل جبنه ريد فيلفت اوكي، ما بتقولش لا. برضه كابتن احمد فتحي يلعب في اي نادي، يلعب في اي مركز، مدافع اوكي، باك يمين ماشي، ديفندر ما يضرش، ده لو وقفوا على الفار هيحسب لهم تسلل ويقول اوكي برضه. ما تقول خلاط مولينكس متعدد الاستخدامات يا كابتن. مولينكس يا اللي تتوكي، سقرا وانت ساكت ما تجاوبش. محمود ابو طالب من كفر الشرفه بيقول لك يا كابتن يا ريت يعملوا الماتشات في رمضان بدون تعليق. والله فكره حلوه يا ابو طالب، اصل المعلق كده كده وهو صايم بتحسه محطوط على وضع توفير الطاقه ومحتاج يتحط لا مؤاخذه على الشاحن، تحسه بيعلق على ماتش سباق جمال على قناه الريان، ده لو بيعلق على ماتش بلياردو هيكون عنده حماس وطاقه عن كده يا راجل. مودي الاسماعيلاوي بيقول لك يا كابتن انا بشجع الاسماعيلي وخايف اداؤه يختلف في رمضان بسبب الصيام. لا ما تخافش يا مودي، الاداء مش هيختلف ولا حاجه، لعيبه الاسماعيلي هي كده كده فورمتهم اليومين دول في القاع من غير صيام. بس الكلام ده لو اللعيبه بتصوم اصلا يا كابتن. مش عايزين نعمم، انا الكابتن اليو ديانج عندي على الفيس، هو وكابتن سامسون وكابتن ابراهيم توريه، قسما بالله هدخل اترسبهم في الكلام
واشغله منادرجيه في الدوري كله، واللي هعرف انه بيدخل يمضمض بقه ويبلع شويه ميه وجو الناشئين ده هعمل عليه حمله. لا يا كابتن، لعيبه الدوري بتاعتنا ملتزمه ومعظمها بتصوم. عندك حق يا حبيبي، ما اقدرش انكر. واحد زي كابتن سيف الدين الجزيري ده بياخد حسنات اكتر ما بياخد نقط في الدوري عشان طول السنه صايم. طول السنه صايم ازاي؟ صايم عن التهديف وشغال بقى يلم في حسنات من كتر ما جمهور الزمالك بيدعمه ويجيب سيرته بالخير. غالبا الحاجه في تونس ما كانش بتدعي له بضمير. وبمناسبه الحاجه والامهات، اللي ما شافش الحلقه اللي فاتت يروح يشوف حلقه الامهات في الكوره، واللي عنده لسه اسئله يسيبها لي في الكومنتات وهجاوب بنفسي. كل حلقه وانتوا كرويين، وكل رمضان وانتوا طيبين. سي يو.